ورجعت لكم بعد الكوارع ما استوت. شوفوا الشوربه يا حبايبي، بص حبه شوربه يستاهلوا بقكم جمال. بص الشوربه جميله. وبعد ما طلعت الكوارع، شوف الكوارع دايبه ازاي، سايبه العظمه بتاعتها، شوفوا اهي. وبنعمل ايه، وبنقللها البصلايه عشان هنعملها ايه في الصينيه في الفرن. بصوا جميله. بعد اعمل البصله. طب بعد ما اعمل البصله انا هنبطل لغايه ما ننزل الكوارع وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، بعد ما شوح الكوارع في البصلايه بعد ما دبلتها، هنحط بقى ايه، شويه فلفل اخضر اهو، شويه فلفل اسمر. اشوح بقى دي نشوحهم مع بعض بالفلفل بالفلفل الاسمر بالفلفل الاخضر. اشوح 5 دقايق برضو واحط معاكم الطماطم. بص يا حبايبي، بعد ما خلصت الكوارع جميلة ولذيذة ازاي، بصوا وغرفتها معاكم اهي، شوفي جميلة ازاي. ويلا بيني، بصوا بعد ما غرفتها. وخلي بالكم من مطبخ ست الحبايب يا حبايب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل في القناة جوا مصر وبره مصر. ويلا نشوف ست الحبايب. يا حبايب، عاوزة تعمل ايه كده؟ انا عاوزة اعمل كوارع. شوفي جميلة، الكورعة جميلة ازاي اهي. غسلاها وعامله لها المحلول اللي هو بتاع النقع دي 3 4 ساعات. شوفي جميلة ازاي. ويلا بينا على الحلة نشوف هنحطوا ايه فيها. اهو يا حبايبي، هنحط المية بتغلي. لا انا غسلاها غسلة حلوة عشان انا عاوزة اعمل منها شوربة. عاوزة اعمل شوية شوربة كوارع عشان حلوة للرجول وللمفاصل ولكل حاجة. الدكتور كان بيقول لي لو كل يوم بتشربوا توصية شوربة كوارع ما تاخديش علاج الخشونة. والله زي ما بقول لكم كده يا حبايبي. وحطيت ادي بصلة، حبيت بصلة وحبيت طماطم وورق لوري وقرنفل وحبهان اهو. دول بقى هنسيبها تغلي كده مع بعض.